اهلا بيكم في قناه بص شوط. هنتكلم فيها عن اي حاجه لها علاقه بالكوره، وهنبدا بسلسله جت ازاي. هنتكلم فيها عن تاريخ تاسيس نادي برشلونه وازاي بقى في 2019 اكثر من مجرد نادي. هنعرف جت ازاي. يلا بينا نبدا الفيديو. There's an infestation in my mind's imagination. I hope they choke on smoke 'cause I'm smoking them like a basement. This is not rap, this is not hip hop. Just another attempt to make the voices stop rapping to prove nothing. Just writing to say something 'cause I wasn't the only one who wasn't rushing to saying nothing. This doesn't mean I lost my dream. It's just right now I got a really crazy mind to clean. نادي برشلونه تاسس سنه 1899 على مجموعه من الشباب الاجانب كان اهمهم خوان جامبر اللي كان رايح برشلونه بهدف الشغل، بس في وقت فراغه كان بيلعب كوره مع اصحابه وقال لي لا ما اسست فريق، وراح وضع اعلان في مجله لوس ريبورتس عن اي حد مهتم يعمل فريق كوره يجي يتكلم معايا ونكون فريق. وفعلا في 29 نوفمبر 1899 تم تاسيس نادي برشلونه لاول مره في صاله الالعاب بعد ما اجتمع هو والناس اللي اتقدمت لإنشاء الفريق تمام تحت شعار نادي برشلونة لكرة القدم. قال بقى خوان جامبر ان هو بيهدف لتأسيس منظمة مفتوحة لكل الناس بغض النظر عن اصلهم، وان النادي وسيلة للاندماج الاجتماعي، وان كل شخص حقه ان هو يعبر عن رأيه في اطار ديمقراطي، وان هو يحقق الديمقراطية في كل اعضاء النادي. وهو ده الاساس اللي اتبنى عليه نادي برشلونه، وهي دي الهويه الكتالونيه اللي اتاسس عليها النادي. بدات بقى البطولات اللي بيشارك فيها نادي برشلونه ببطوله كاتالونيا اللي كانت على الضيق ما بين كل فرق الاقليم، بس ما بتعداش المرحله دي. بس للاسف البطوله دي اتلغت. كان في 1909 بقى اعضاء النادي عدد كبير جدا 2793 عضو بعد ما كان 201 عضو قبلها ب10 سنين. في الفتره دي ظهر كاس الملك وبدات برشلونه تلعب فيه مع فرق اسبانيا كلها، وفاز الفريق ب3 بطولات كاس ملك من 1909 ل 1913. وبكده بقى برشلونه نادي بيشارك مع فرق اسبانيا ونادي ليه مقامه بين الفرق وبيكسب بطولات. بدأت برشلونه تلعب في بطولات بره حدود اسبانيا زي البطوله اللي كانت بتلعب فيها مع فرق اقليم الباسك وفرق جنوب فرنسا. في الفتره دي جاء بقى اول لاعب يعتبر من اساطير النادي هو باولينيو الكانتارا. اللاعب ده بيقولوا ان تسديده واحده منه كانت ممكن تقطع الشبكه من قوه التسديده اللي كان بيسددها. واللاعب فعلا زي ما بيقولوا عليه اسطوره، جاب 369 جون في 357 ماتش. وبكده فعلا اللاعب ده كان اول اسطوره لنادي برشلونه، لان هو اهدافه كانت كتير جدا لدرجه ان هي عدد الماتشات اللي لعبها. بعد كده بقى بيبدا العصر الذهبي في تاريخ نادي برشلونه، ان هم بقى بياخدوا ميداليات وبطولات زي كاس ملك اسبانيا وكاس كاتالونيا. وفي لعيبه مهمه جدا انضمت للنادي زي باولينيو الكانتارا اللي احنا قلنا عليه من شويه، وزامورا ساميتيرو ده هيبقى حاجه مهمه في اداره الفريق بعد كده، وهيحقق بطولات مع النادي بس هنتكلم عنه كمان شويه. لغايه الانتصار العظيم 3-1 على ريال مدريد في نهائي الكاس. من ساعتها نشرت الصحف ان فريق برشلونه بقى نادي عظيم جدا في اسبانيا، ومواعد جدا ان هو يحقق اغلب البطولات اللي جايه، وبقى نادي مسيطر وليه شعبيه كبيره جدا جوه اسبانيا. وبكده بيبدا برشلونه في حقبه ان هو بقى نادي مستقر جدا وبيلعب كوره كويسه وبياخد بطولات، لدرجه ان هم اسسوا استاد لنفسهم. اما بقى في فبراير 1929 تم تاسيس الدوري الاسباني لاول مره، وفاز بيه برشلونه بعد 4 شهور ونص من بدايته ب 25 نقطة، يحل بعده في الترتيب ريال مدريد. بس الناس قابلوه بفتور وما قابلوهوش بحماس خالص، لان هم كانوا شايفين المنافسة دي تافهة، وكان المهم بالنسبة لهم بطولة كاس الملك. وفي الثلاثينيات بدأت مرحلة وحشة في تاريخ النادي، مرحلة صعبة لان فيها بدأت الحرب الأهلية، وبدأ كل واحد عايز يوصل لحكم اسبانيا، والنادي واقليم كاتالونيا كله بدأوا في المقاومة ضد الدكتاتورية اللي كانت بتحاول تمسك اسبانيا. وحصل حاجات وحشة جدا في تاريخ نادي برشلونة زي وفاة المؤسس وتأسيس الجمهورية الاسبانية الثانية واغتيال رئيس سونو. الفترة دي جت كرة القدم في المرتبة الثانية بعد السياسة، اللي كان اهل برشلونة كلها بيهدفوا الى ان الديمقراطية هي اللي تحكم البلد ضد الدكتاتورية بقيادة الزعيم فرانكو اللي هيمسك البلد بعد كده. في الفترة دي برشلونة كان قدم أداء باهت جدا، لأن هو ما كانوش مهتمين بالكورة، وكانوا مش هو الفريق اللي أبهر العالم قبل كده وأبهر أسبانيا كلها بأن هو بيلعب وبياخد بطولات، حتى ما حققوش ولا بطولة دوري ولا بطولة كاس، لغاية انتصار الديكتاتورية على الديمقراطية بفوز جنرال فرانكو بحكم أسبانيا. أول حاجة عملها أصدر مرسوم بإلغاء البطولة اللي شاركت فيها برشلونة مع الأندية اللي من وسط أسبانيا، ووقف كل الأنشطة الرياضية اللي كانت بتشارك فيها برشلونة. فالنادي في الفترة دي كان فقير جدا لدرجة انهم عملوا جولة في المكسيك قعدوا فيها 2 سنين عشان يوروا العالم كورتهم اللي مش عارفين يقدموها جوه بلدهم.
بعد ما رجعوا من الجولة دي قام فرانكو وقف كل اللاعبين اللي قامت بالجولة وكل الإداريين وما اشتغلوش ولا قدموا أي حاجة في الفترة دي، مما أدى إلى إن الفترة دي كانت حالة صعبة جدا على نادي برشلونة وعلى الأعضاء فيه وعلى كرة القدم في النادي بشكل عام. بعد كده حصل فاجعة إن مقر النادي قصف طيارات تبع الدكتاتور فرانكو نزلت وقصفت مقر النادي، ده خلى النادي يبقى مفكك ويرجع من الصفر مرة تانية. بعد كده بدأ أعضاء النادي من جديد في افتتاح الاستاد وبدأوا يلعبوا الكرة بتاعتهم لغاية ما انضم اللاعب سيزار اللي كان نقطة تحول في الفترة دي لبرشلونة، عشان اللاعب ده سجل 304 جون في 456 مرة. سيزار كان نقطة تحول فعلا لأن هو قاد الفريق مرة تانية لما رجع ساميتيرو بقى مدير للنادي في ان هم يفوزوا بالدوري مرة تانية، وبدأ فترة النمو الجديدة لنادي برشلونة. فترة نمو بعدها بدأ برشلونة ان هو يلعب تاني في اوروبا وفي البطولات المحلية، وبطولة الدوري بدأ يشارك فيها بشكل كويس ويقدم اداء عالي جدا. رجعوا الشعار القديم تاني اللي اتلغى وضعفوا عضوية النادي لان شعبية النادي رجعت تزيد تاني، وقاموا بعمل اكبر انجاز لغايه دلوقتي بعد تاسيس النادي هو بناء كامب نو. كامب نو اللي معروف دلوقتي ان هو من اوسع الاستادات في اوروبا، وان برشلونه من النادر جدا انه بيخسر على ارض الملعب. رجعوا الشعار القديم للنادي اللي كانت اتلغى، وعضوية النادي اتضاعفت لان شعبيه النادي بدات تزيد مره تانية بسبب لاعب اسمه كوبالا كان موجود في النادي، وده كان من اهم اسباب زياده الشعبيه. اعضاء النادي بقوا 52,000 وشويه حلوين، ده ساعد على ان نادي برشلونه يرجع تاني للسيطره ويقدم اداء عالي جدا في الفتره من 1950 ل 1953. حتى في موسم 1951 1952 حقق النادي 5 بطولات مختلفه. كان في لاعبين عظام في النادي ساعتها زي اللاعب سيزار اللي احنا قلنا عليه من شويه، وكوبالا وباسورا وسيجارا، من اللاعبين اللي كانوا شايلين النادي على كتافهم وكانوا بيعملوا اداء عالي جدا في الملعب. نقطه مهمه جدا في تاريخ النادي، وقع نادي برشلونه مع مين؟ الفريدو دي ستيفانو. وطبعا اغلب الناس عارفه مين هو الفريدو دي ستيفانو. برشلونه راح وقع معاه من نادي ريفر بليت اللي كان معاه عقد اللاعب، وكان هو النادي الوحيد اللي حقه ان هو يتصرف فيه. قام نادي ريال مدريد تفاوض مع النادي اللي كان بيلعب فيه دي ستيفانو، كان النادي ده بايع دي ستيفانو لنادي ريفر بليت، وكان النادي الوحيد اللي حقه ان هو يتدخل في البيع هو نادي ريفر بليت، لغايه تدخل من جنرال فرانكو اللي هو كان حاكم اسبانيا ساعتها وكان طبعا موالي لنادي ريال مدريد. قال برشلونه معاهم حق وريال مدريد برضه معاهم حق، على اي اساس معرفش، بس قال لهم الفريدو دي ستيفانو يلعب سنه في ريال مدريد وسنه في برشلونه، سنه في ريال مدريد وسنه في برشلونه، اللي خلى برشلونه ترفض الصفقه خالص وتبعد عن لا اتفضلوا السنين بتاعته، اتفضلوا اللاعب. 1954 وقع النادي مع اللاعب لويس سواريز. ده مش ده لويس سواريز كان هداف عظيم زيه زي ده، بس فعلا لويس سواريز ده من اساطير النادي اللي اثرت في تاريخ النادي عشان الحاجات اللي حققها لويس سواريز في الفتره 1954 وما بعدها. الفترة دي اللي كان فيها الفريدو دي ستيفانو كان بيلعب في ريال مدريد وكان يعتبر شايل النادي على كتافه. اللاعب ده فعلا هو اللاعب الوحيد اللي خد الكرة الذهبية، كان لاعب اسباني. لغاية النهاردة مفيش لاعب اسباني خد الكرة الذهبية. سنة 1960 حقق لويس سواريز الكرة الذهبية بعد 6 سنين، كانوا فترة عظيمة جدا اللاعب اللي هو كان بيلعبه والاداء الاستثنائي فعلا اللي كان بيقدمه. فتره الستينات حصل انحدار شويه في الاداء وفي النتائج وفي الكيرف، لان الفتره دي ما كان برشلونه ما كانش فيها فلوس خالص، ما كانش عارفه تستخدم اي حد من اللاعبين الكبار، كانت لعيبتها تعتبر متوسطه وما كانوش عارفين يقدموا لعيبه كويسه من الاكاديميات اللي كانت عندها، فكانوا انحدر فيها المستوى شويه. بس في اواخر الستينات على المستوى شويه لدرجه ان هم رجعوا ينافسوا تاني على البطولات الكبيره. 1973 قام برشلونة تعاقد مع اللاعب يوهان كرويف، وكل واحد برشلونة عارف هو مين بالذات يوهان كرويف بالنسبة لتاريخ النادي وتاريخ الكرة عامة، لأن يوهان كرويف بلعبه لبرشلونة بعد كده هيعمل إنجازات عظيمة كلاعب وكمدرب. في الفترة دي رجع يوهان كرويف بقيادة الفريق عشان يفوز ببطولة الدوري اللي كان قاعد 14 سنة بدون بطولة دوري. موسم 74 اللي حقق فيه يوهان كرويف مع الفريق بطولة الدوري قدم فيه أداء كبير جدا وطريقة لعب ذكية وممتعة جدا. عدد الجماهير في الفترة دي في السبعينات إن هي تطالب بالحكم الذاتي لإقليم كاتالونيا. لغاية 1978 كانت نهاية حكم الجنرال فرانكو. في الفترة دي رجح برشلونة إن هو يرجع ينتخب رؤساء النادي
تبع اقليم كاتالونيا وعندهم الهويه الكاتالونيه زي الرئيس نونيز رجع وكان عنده فكر ان هو يحاول يزود الاستقرار المادي ويزود التنميه الماديه في النادي، ونجح فعلا بكده. طب احنا عندنا في استقرار سياسي واستقرار مالي، طيب نعمل ايه بقى؟ نتعاقد مع اللاعب دييجو ارماندو مارادونا، احسن لاعب في العالم وكان يمكن احسن لاعب في التاريخ، ولحد دلوقتي في ناس كتير جدا شايفين ان مارادونا كان احسن لاعب في التاريخ. ليه بقى ما حققش النجاح مع برشلونه؟ برشلونه تعاقدت مع دييجو ارماندو مارادونا 1982 لما نونيز نجح في الانتخابات، بس للاسف 1984 جاله التهاب كبد وبائي. الفترة دي معرفش يلعب بالأداء اللي كانوا متعودين عليه، اللي خلاه يمشي من نادي برشلونة ويتعالج. بطولة الدوري يقدر يحققها الفريق سنة 1985 من ساعة ما يوهان كرويف تم التعاقد معاه. الفريق كان بيكسب بطولات بس مش بشكل مظبوط، حتى فترة مارادونا عدد البطولات قليل جدا لغاية ما حقق الفريق الدوري سنة 1985. بس دخلنا كده على فترة تدريب يوهان كرويف. يوهان كرويف عمل فريق الاحلام زي ما بيسموه لغايه دلوقتي، ابتكار التوتال فوتبول، لعبه من لمسه واحده. كل ده بيلخصوا تدريب يوهان كرويف لبرشلونه. عمل فريق الاحلام اللي سيطر على الكوره في اوروبا كلها من 1990 ل 1994، حصل فيهم على 4 بطولات دوري ودوري ابطال اوروبا 1992. نقطه التحول دي ما اثرتش على برشلونه بس اثرت على العالم كله في طريقه لعب يوهان كرويف اللي احنا قلنا عليها ان هي بتتسم باللعب من لمسه واحده، وبيقودها في الحكايه دي لاعبين سوبيزاريتا، جوارديولا، كومان، لاودرو، لاعبين من طراز عالي جدا كان نادي برشلونه بينتجه. اثرت الفتره دي مش على نادي برشلونه بس بل على العالم كله، وبقى نادي برشلونه هو مصدر طريقه اللعب الجديد. العقليه الهجوميه اللي تتمثل في اللعب من لمسه واحده بقياده لاعبين عندهم الملكه بتاعه التمرير من لمسه واحده واللعب الهجومي، وان هم يسيطروا على الجيم خلال 90 دقيقه من غير ما يغلطوا غلطات كتير، ولو بيغلطوا في الدفاع فهم بيعرفوا يجيبوا كميه اجوان كبيره جدا لدرجه ان هم بيغطوا على اي حاجه. وكان من مقولات يوهان كرويف في الفتره دي: انا اعرف النادي جيدا ولا اريد ان يكرر التاريخ نفسه، واذا اردنا ان نغير الامور يجب علينا تغيير التاريخ. وكده حصلت فتره عظيمه جدا على صعيد البطولات والاداء ونشر الكوره الجميله اللي من وجهه نظر كرويف هي الكوره الاعظم اللي انا اكسب بيها بطولات، مش الكوره الدفاعيه. تعدي السنين ويمر على النادي كذا مدرب يحملوا نفس فكر يوهان كرويف، بس ممكن تكون درجه في التفاوت كبير ما بين الفكر ومدى التطبيق بتاعه، زي سير بوبي روبسون اللي كان بيقدم اداء كويس جدا مع الفريق، وفانخال اللي كان فتره مهتزه شويه بس كان برضه ماشي بنفس الافكار. جاء فرانك ريكارد 2006 مع لاعبين كبار جدا زي رونالدينيو وديكو وبويول في الدفاع وفيكتور فالديز في حراسه المرمى، ومهاجم زي سامويل ايتو، بان هم يحققوا الشامبيونز ليج في النهائي مع فريق ارسنال. في 2009 مع بيب جوارديولا مدرب برشلونه بيه ان هم يقدروا يحققوا انجاز عظيم جدا، هو اعظم انجاز للنادي ان هو يقدر يحقق 6 بطولات في سنه واحده، وكان حققوا السداسيه سنه 2009 باداء عالي جدا ابهر العالم. بس 2010 حصل دروب بسيط في الفريق وخسروا الشامبيونز ليج في نص النهائي، بس رجعوا السنه اللي بعدها وعلوا على نفسهم وعملوا اداء اعلى في 2011، وطريقه الفريق اتحسنت جدا وبقت احسن في نهائي قدام مانشستر يونايتد بيقدروا ياخدوا البطوله. بعدها جاء فتره تيتو فيلانوفا اللي قدر ياخد الدوري ب 100 نقطه، بعدها جاء تاتا مارتينو، بعدها جا لويس انريكي اللي قدر يحقق الخماسيه مره ثانيه ويقدر بيبني فريق جديد مع نيمار وميسي وسواريز، بس اداء نص الملعب قل جدا واعتزل تشافي واعتزل انيستا بعد ما مشى لويس انريكي، وجاء فالفيردي اللي بيحاول يلعب بفكر مختلف عن فكر يوهان كرويف اللي هو كان مدربه برضه سنه 92، كان موجود في برشلونه، كان مهاجم في الفريق بس الفكر مختلف شويه. والنهارده فريق برشلونه زي ما احنا شايفين، شوفوا بدا ازاي وانتهى ازاي. كده يكون الفيديو خلص، ما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب للقناه وريتويت على تويتر ولايك لو الفيديو كان عجبكم، وكومنت عشان تقولوا لنا ايه اللي عجبكم وايه اللي ما عجبكوش. وشكرا جدا لوقتكم عشان اتفرجتوا على الفيديو.